مثلا التكييف ده انا عايز استخدمه، بسحبه كده كليك وارميه هنا واختار الاختيار التاني، بيبدا التكييف ينزل زي ما انتم معلومه تيجي شايفين. قدامك. بقدر ما انت بتساعد الناس ربنا هيرزقك بحد يعلمك معلومه انت ما كنتش عارفها، يبقى على قد القدر اللي انت هتساعد بيه هتتساعد بيه. محدش يبخل باي معلومه يعرفها بالنسبه للعلم، لان دي زكاه علم. بالارقام الموضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين، واعدادات الريندر اشتغلت، وادي البروجكت قدامكم اهو، وبسيط جدا وما فيهوش اي مشكله. ما تنساش معلش واحنا شغالين كده تنزل تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك فانت منورنا، وكمل الدرس مع بعض ان شاء الله تستفادوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبنا نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. النهارده في الورشه دي مبسطين الموضوع بطريقه يعني مفيش ابسط من كده. دلوقتي انت لما بتكون شغال 3 دي ماكس، اول شويه عواقب بيقابلوك هو انك انت منتش عارف تعمل اعدادات ريندر، منتش عارف تجيب بلوكات، منتش عارف تشتغل خامات. طيب ايه المانع انك انت تستخدم الحاجات دي جاهزه، مع كونك انت بتعرف تصمم وما بتعرفش تستخدم البرنامج، بس انت نفسك تطلع شغل، والشاشه السوداء اللي قدامكم دي عايزين ما تبقاش عائق قدامك او مانع ان انت تشتغل برنامج، لان البرنامج مش صعب بس هو شكله مهيب شويه للناس. فاحنا في الكورسات بتاعتنا دي او الورش اللي احنا بنعملها دي بنبسط الموضوع جدا بحيث كل الناس تحب البرنامج وتبدا تشتغل بيه. طيب بس عشان في ناس بتبدا تقول لك انت ازاي بتبسط الموضوع للناس بالطريقه دي، انا هسالك سؤال، انا هسال الناس اللي بتتكلم كده سؤال واحد. لما بتيجي تسلم البروجكت للعميل بتاعك، هل العميل بيقول لك لو سمحت يا باشمهندس انت استخدمت الماتيريال دي جاهزه ولا لا؟ انت استخدمت البلوكات دي جاهزه ولا لا؟ انت تعبت في البرنامج ده او تعبت في الشغل بتاعك ده بنسبه كام في الميه؟ العميل ملهوش اي دعوه. كل الموضوع ان انت بتسلم شغلك للعميل وبالتالي بتتحاسب عليه. الورشه بتاعتك في البيت عندك او شغلك في البيت عندك محدش يعرفه غيرك انت. كل ما تبسط على نفسك انت كده كويس، كل ما تسهل على نفسك انت شغال صح. تصعب على نفسك الموضوع انت كده دخلت في طريق مش كويس. طيب انا دلوقتي عندي خامه في الدولاب ده مثلا، يعني نتخيل مع بعضينا، انا ايه جابرني اتعلم ان انا اطلع الخامه دي لما هي قدامي هي موجوده ممكن استخدمها؟ الخامه دي ما واعمل لها ضغط واعمل لها بامب واعمل لها اعمل لها انعكاس واعمل لها انكسار. انا مالي ومال يعني انا كواحد نفسي اصمم، انا مالي تعلمني الحاجات الصعبه دي، انا عايز اشتغل على طول. وما دام كل حاجه متاحه على الانترنت ليه تدخل نفسك في موال صنع الخامه؟ هل انت مطور برنامج مثلا؟ الخامه قدامك اشتغل بيها. خامه الاباجوره دي خامه قماش وشفافه وبتنفذ الضوء من وراها، اعملها ازاي؟ انت في الاخر ليك المنتج، قدرت تطلع المنتج في الاخر والعميل رضى عنه انت كده تمام. غير كده ما تجهدش نفسك وما تسمعش كلام الناس اللي بتقول لك خد الشغل، انت ازاي تشتغل شغل على الجاهز؟ اظن العميل مش هيقول لك انت تعبت في المشروع ده بنسبه كام في الميه. فاللي نفسه يشتغل خامات يشتغل خامات، اهلا وسهلا مالناش دعوه بيه. واللي شايف الموضوع صعب بالنسبه له هو عايز يبدع في نقطه تانية ما يشغلش دماغه بالخامات، البلوكات كتيره جدا على الانترنت والخامات كتيره جدا على الانترنت وكل حاجه متوفره على الانترنت. كل الموضوع ان انت لازم يبقى عندك درايه ببعض عناصر البرنامج عشان لو حبيت تعمل موديل زي ده كده زي اللي قدامك ده ما يكونش الموضوع صعب عليك. غير كده في ناس شغاله موديلنج كويس ممكن تتعامل معاهم لو انت نفسك تطلع موديلات معينه زي الكورس ده مثلا. انت راجل بتاع فرنتشر وعندك خط انتاج ومحتاج مصممين، اكيد مش هتتعلم من برنامج، هتجيب ناس تشتغل. طب انت راجل شغال 3 دي ماكس والعميل كده كده الشغل بيروح له، لو في كورس زي ده وتكلفته الرقم الفلاني هو اكيد مش هيجيبه، تتعب نفسك ليه فيه؟ غير انه لما يطلب منك يبقى اعمله، يبقى اتعلم ساعتها واعمله. من غير كلام كتير، البلوكات لما بتنزل على الانترنت بيبقى فيها مشكله واحده بس، وهي السكيل بتاع المابا مش او بتاع الخامه مش مظبوط شويه. فكل اللي عليك ان انت هتعمله حاجه بسيطه جدا. طبعا ده بلوك مربوط ببعضيه، فهتيجي من هنا كده اوبن تفتح البلوك ده عشان تقدر تستخدم الاجزاء اللي بعديها منفصله، وتبدا من هنا هتلاقي فيه واي في دبليو ماب، ودي عباره عن الخامه او مقاس الخامه على البلوك اللي انت عامله او على الموديل اللي انت عامله. يعني المقاس ده لو انا
زي ما انتم شايفين كل ما بغير اختيار كل ما شكل الخامة بيختلف زي ما انتم شايفين. فهختارها بوكس وتغير المقاسات من هنا. انا شغال بالمليمتر، فاتيجي من على اتيجي من كاستمايز وتبدا يونت سيت اب وتظبط اليونت بتاعك. انا هخليه سنتيمتر. هيبدا البرنامج بتاعك يشتغل بالسنتيمتر زي ما انتم شايفين. ده 80 سنتي. انا هخليها مثلا 1 متر 1 سنتي في 1 سنتي في 1 سنتي، وابدا اشوف الخامه حصل فيها مشكله ابدا ازود. اخليها 50 سنتي في 50 سنتي. زي ما انتم شايفين بظبط الخامه لحد ما تظبط معايا الشكل يكون مناسب، وانت اكيد عينيك بتحكم على الموضوع. انت بتتحكم في الخامه من المكان ده. زي ما انتم شايفين كده عجبك الشكل ده تمام، ما عجبكش بتغير لحد ما توصل للخامه للشكل اللي انت عايزه. طيب مثلا الخامه دي فيها بالنسبه لي شكلها مش كويس او فيها مشكله، برضو بفتح البلوك اوبن وابدا امسك الخامه نفسها من على الواي بي دبليو ماب، وابدا زي ما انتم شايفين كده بتشتغل لحد ما تلاقي في اريحيه في المنظر اللي انت شايفه اهو. زي ما انتم شايفين بتلف كده حوالين البلوك عشان لو في اي مشكله تعرفها، وتشغل البوكس من هنا وتبدا تديله مثلا 50 سنتي 50 سنتي في 50. خلاص انا شايف الخامه كويسه تمام. الخامات كده موجوده كويسه ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي تمام. بعد كده الخطوه التانية الجميله اللي احنا هنعملها ان احنا مش عايزين نعقد المشكله على الناس. انا عايز اعمل حجره استقبال عباره عن ريسبشن هتستقبل فيه ناس مثلا للمكتب بتاعك او للبيت بتاعك. هتشتغل بوكس عادي جدا. انا الاوضه بتاعتي شبه البوكس زي ما انتم شايفين كده. انا الحجره بتاعتي 6 في 8 في ارتفاع 3 متر. هي دي الحجره بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. طيب اما اجي اعمل اوضه او حجره ايه اللي انا المفروض اعمله؟ في ناس بتشتغل بنظام البوكس زي كده، وفي ناس بتشتغل بطريقه تانية اللي هي طريقه ممكن اجيب بلان زي ما انتم شايفين كده. اول ما تيجي تعمل بلان هيبقى في مشكله قدامك، هو بينزل متقسم اوتوماتيك، فانت هتلغي التقسيمه بتاعته واحد لواحد وتحول الشكل ده اديتابل بولي، وتبدا تمسك العنصر ده وتختار اديتابل بولي كده. انا حولته وتمسكه وتعمل انست. الانست ده بيعمل لك خط للداخل زي ما انتم شايفين كده. سمك الحيطه بتاعتك عايزه مثلا 15، عايزه 25 براحتك. اوكي F3 طبعا يبدأ يظهر معاك الخطوط وهي فيها، وتيجي عامل سيلكت على ده ودوس على زرار الشيفت وسيلكت بيلف معاك زي ما انتم شايفين. بديله امر اكسترود يبدأ يطلع معاك ارتفاع 3 متر اللي انا عايزه. اوكي ادي كده الحجرة اتعملت، وممكن اريح دماغي واعملها بالشكل اللي هو زي البوكس اللي قدامي ده كده، وابدأ افرغ في البوكس. بس احنا خلاص خلينا في الشكل الطبيعي اللي الناس بتعمله وهو الشكل ده. انا دلوقتي كده عايز عايز اعلي الارتفاع شويه. هبدا امسك الضلع ده والفه بزرار الشيفت هيلف اوتوماتيك وارفعه شويه كده. انا محتاج اعمل شباك في المكان ده عشان يدخل منه الاضاءه. في طرق كتيره جدا انك انت تعمل شباك. اول طريقه منهم هنعرفها مع بعضينا. هعمل بوكس بحجم الشباك اللي انا عايزه. انا عايز الشباك ده بتاعي يكون ارتفاع 2 متر وعرضه 3 متر، يعني ارتفاعه 2 متر وعرضه 3 متر. ادي الشباك بتاعي. طيب انا شايف ان الشباك عايزه يكبر اكتر. انا شايف انا عايز الريسبشن كله يبقى شباك مثلا. ممكن اعمله شباك 5 متر 6 متر زي ما انت عايز. طيب انا ازاي اظبط الشباك في السنتر بتاع الاوضه بالظبط؟ هحدد العنصر اللي انا ماسكه، يعني ده العنصر اللي انا ماسكه اللي هو الشباك. هتخيل ان هو شباك، وادوس الت اي وامسك الاوضه دوسه واحده
سنتر تو سنتر، هيبدأ المربع بتاعي، يعني لو بصينا من الجنب ودوسنا F3 هتلاقي المربع بتاعك سنتر بالظبط. اسحبه كده خلاص، هو كده جه في نص الحيطة بالظبط زي ما انتوا شايفين. وتيجي تعمل حاجة لطيفة جدا، هتمسك الأوضة اللي انت شغال بيها وتختار من هنا الاختيار التالت ده الكومبوننت اوبجكت، وتختار برو. هيقول لك ستارت بيك، يعني ابدأ امسك العنصر اللي انت عايز تحذفه. هاجي دايس دوسة واحدة هنا، هيجي حذف لي العنصر زي ما انتوا شايفين، وادي الشباك اتعمل بطريقة بسيطة جدا. طيب عشان نعمل شباك بطرق تانية مختلفة كتيرة جدا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، خلينا في الطريقة دي. طيب انا لو عايز اعمل تعديل معين في حجم الشباك اللي قدامي ده اعمل ايه؟ هتطلع من الامر اللي انت شغال بيه، وتمسك الحجرة اللي انت شغال بيها كده وتختار تدوس على الموديفاي ده، وتبدأ الحجرة اللي هي قدامك اللي انت شغال بيها هتبدأ تفتح لك زي كده. افتح الايد ده واختار زي ما انتم شايفين البلوجنات اللي انت تقدر تتحكم فيها. لو مسكت البلوجن ده وشديته لتحت الوجه ده، زي ما انتم شايفين اي وجه بمسكه بقدر اتحكم فيه زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين. طيب يعني كل ما تخلص، يعني انا خلصت الاوضه دي عشان ترتاح منها خالص ترتاح من اي وش جاي من ناحيتها، حددها كلها كده سيلكت واعملها اديتابل بولي. هيبدا يلم اي اوامر خدتها في عنصر واحد وتريحك لو فيها اي مشكله. يعني انا حبيت امسك الضلع ده همسكه كده باريحيه واشتغل، حبيت امسك ده واوسع ده شمال ويمين براحتي. فانا حابب ان انا اكبر الشباك اخليه كبير شويه، فهنزل ده لتحت كده واطلع ده لفوق كده. انا عايز الشباك يكون كبير. طيب ايه المطلوب مني تاني؟ طبعا الناس اللي شافت الفيديو بتاع السحابة، وهي السحابة دي، وده اللي بيسهل البرنامج عليك بنسبة 90%. واللي ما شافش الحلقة بتاعة السحابة دي او بتاع البرنامج الجميل ده يرجع للفيديو بتاع السحابة، او انا هسيبه لكم في اللينك تحت، او هيظهر في الديسكريبشن تحت، او هيظهر في الاي اللي فوق دي. هتفتحوه وتتعلموا ازاي تستخدموا البرنامج الرهيب ده. والبرنامج ده عبارة عن حاجة اضافية للماكس، عبارة عن انك انت بيعجبك بلوكات معينة فانت بتحملها، ولما تحب تستخدمها بتشيلها كده تسحبها كده وترميها على الماكس بتاعك، وتختار الاختيار التاني ده اللي هو يعادل ميرج. هتلاقي البلوك بتاعك نزل. طبعا هو لو فيه مشكلة هو نزل صغير هتكبره مش مشكلة. زي ما انتم شايفين كده البلوك نازل بكل تفاصيله كامل مفيهوش اي مشكلة. فاحنا هندخل على الخامات من البرنامج ده. مثلا انا عاجبني خامة معينة للارضية، عجبتني خامة البلاط، عجبتني خامة معينة باركيه معين. انا مثلا عايز استخدم الخامة دي، كليك يمين مرتين عليه هتظهر لي الخامة عشان ابدأ اتفرج عليها. مثلا الباركيه ده هرمي هنا كده. زي ما انتم شايفين الخامة ظهرت بكل تفاصيلها، وكل ما فيهاش اي حاجة ناقصة، هي جاهزة للاستخدام على طول، متجهزة من كل التفاصيل اللي فيها. فهبدأ عشان استخدمها صح، هبدأ احدد الأوضة اللي انا فيها دي او الحجرة اللي انا فيها، وامسك الوجه بتاع الأرضية ونتأكد بس منه هو ده، وهفصله عن العناصر بتاعتي ديتاتش كده. هو اتفصل خلاص، اقدر امسكه لوحده زي ما انتم شايفين وارمي عليه الماتيريال كده. هتنزل زي ما انتم شايفين حجمها مش مظبوط. هاجي دايس هنا حرف الواي واختار واي بي دبليو ماب، واختار بوكس واقول له انا عايزها متر. بس انا هكتب اي ارقام كده عشان اشوف السكيل بس، واكبر من هنا.
هبص من فوق عشان تبان معاك اكتر تفاصيل اكتر. كده الخامة موجودة عندك. عايز ابدأ اعمل خامة للحوائط برضو من نفس البرنامج اللي انا محمل من عليه خامات. محمل خامات كتيرة جدا واشكال كتيرة جدا من على البرنامج. انا عجبتني الخامة دي مثلا بتاعة الحائط دي، اتفرج عليها. الخامة دي مثلا عجبتك او الخامة دي عجباك، بتفرج عليها الاول قبل ما انزلها. وبعد كده كل اللي عليك ان انت هتسحب الخامة كده زي ما اتفقنا وترميها. هتبدأ تنزل لك في البرنامج، تسحبها وترميها على العنصر اللي انت عايزه، وتختار واي في دبليو ماب عشان تظبط معاك بوكس. ادي الخامة العب فيها زي ما انا عايز. وابدأ ارتب العناصر بتاعتي F3 عشان تظهر معاك. وانا هحط المكتبة دي هنا. ولو عايز العنصر يلف معاك بدرجات متساوية بتفعل الاختيار ده، او كليك يمين عليه وتديله درجة الدوران اللي هيلف بيها من هنا 45 درجة، تغيرها زي ما انت عايز. وهحط الترابيزة اللي في النص هنا كده مثلا، وده الكرسي والاباجورة بتاعته هحطهم هنا كده جنب الشباك. وهخلي دي هنا، والزرعة دي كده. طبعا عندي هنا اشكال ديكورية برضو، دي عبارة عن حديد كده زي ستايل او شكل في الحيطة يمين وشمال المكتبة كده. انا هخليه كده ترتيبة اولية كده للعناصر، وبعد كده نبدأ نظبطها. وادي F3 اظهر معايا الاشكال. وادي الشباك او المحطوط على الشباك عشان الاضاءة. هنبدأ نحطه كده، نظبطه لحد ما يطلع يتظبط على الشباك بتاعك. واجي الخطوة الأخيرة أظبط مكان الكاميرا. هختار فيري فيزيكال كاميرا وأبدأ أحطها تاني. فيزيكال كاميرا أخليها بالاستقامة دي كده. وأدوس على زرار السي يبدأ يعرض لي الكاميرا، وأرفع التارجت بتاعي لفوق، وأخش على إعدادات الكاميرا. أبعد الكاميرا شوية عشان المشهد يجي كامل. الكنبة دي أقربها كده. أبدأ أظبط العناصر بتاعتي. بالشكل اللي يعجبك طبعا. ممكن طبعا ندوس حرف الاف يجيب لك الشكل من الفرونت. وممكن امسك الكاميرا وارفعها لفوق شوية كده عشان تبدأ تظهر المشهد معايا زي ما انتم شايفين. وممكن من الاختيار ده
يظبط لك الخطوط العموديه بتاعه الكاميرا. كده ناقص لي دوس على حرف البي يبدا يخرج لك من الشكل اللي انت فيه او من شكل الكاميرا عشان تشتغل تكمل شغل. ناقص لي كده السقف بس. هاجي حرف التي هيجيب لي الشكل من فوق، وهاجي مختار البلان وافعل الاوتو وطبعا كده هتفعل السناب وتبدا تخلي السقف يجي هنا. طبعا في مشكله صغيره، كليك يمين على السناب وتفعل الفيرتكس عشان يبدا يعمل سناب على الفيرتكس وتسحب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهتطلع البلان اللي انت عملته. طبعا هتطلعه لفوق، وعشان تسحب الشكل اللي قدامك افقي في اختيار هتضيفه. هتفعل طبعا السناب على الواي والزد وتسحب العنصر اللي انت عنده على اي نقطة انت محتاجها. زي ما انتم شايفين كده هيطلع فوق وتحت، ولو سحبته من هنا هيطلع في الاتجاه شمال ويمين من الاختيار ده. هتسيبه هنا كده و كده تظبطه من هنا برضو كده. السقف اتظبط. السقف طبعا انا هخليه باللون الابيض. الخامة جاهزة الشغل على طول، ويدوس على الكاميرا. وطبعا لو عملت ريندر الكاميرا بتاعتك هتيجي سودا، مفيش الا وحدات الاضاءة بس. لو في اضاءة هتبقى هي اللي منورة. زي ما انتم شايفين الشاشة سودا زي ما انتم شايفين. فهنبدأ نكمل الاشياء اللي هتنور معاك المشهد. وهي اول حاجة هتيجي في دماغك هي البلان بتاع الاضاءة، وهتحطه على الشباك بتاعك كده. والبلان ده البلان بتاع الاضاءة، او ممكن تجيبه من هنا من على اللايت، ومن لايت تختار فري، والفري لايت، ومن هنا تختار بلان. ولازم تتأكد ان طبعا السهم ده للداخل زي ما انتم شايفين. وانا هخليه هنا ونجرب مع بعض كده. شدة الاضاءة بتاعته 30 واللون بتاعه ابيض. ممكن نخليه الدرجة دي، وممكن تخليه مخفي عن طريق الانفيزابل ده تخفيه. نجرب تاني. بالمناسبة في مشكلة في اعدادات الريندر دايما عند الناس، فممكن تعمل حل بسيط جدا، وهو انك انت هتيجي هنا هتختار فيري ريندر فيري كويك ريندر، وتختار انسايد او انتيريور ديزاين. ممكن تعلي من هنا شوية كده وتعمل ريندر. دي تبقى اعدادات جاهزة من غير ما فيهاش تعب ولا حاجة. اي نعم مش بروفيشنال، بس انت ممكن تستغلها وتشتغل بيها. اعدادات بسيطة جدا يعني. زي ما انتم شايفين بدأ يظهر معاك المشهد، والإضاءة جاية من الشباك ولو هي ضعيفة حتى، المهم ان هي موجودة من الشباك. تمام. بعد كده هبدأ اختار الكاميرا بتاعتي فيري، واختار سيلكت كاميرا. وفي شوية تغيرات هنغيرها في الكاميرا اللي هنا اللي قدامنا، وهي شاتر سبيد هنخليه 100، والفيلم سبيد هنخليه 400. ونبدأ نعمل كمان ريندر ونشوف الفرق اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين الإضاءة فتحت اهي. طبعا لو في اي تأثيرات إضاءة الغيها. ما نطولش في وقت الريندر. زي ما انتم شايفين البشاير باينة بتاعة الصورة وبتاعة التصميم بتاعنا. فهنوقف بس ريندر ونتكلم عن مشكلة بتواجه الناس. وهي المشكلة انك انت مش عارف تظبط اعدادات كاميرا، ومش عارف تظبط اعدادات ريندر.
فهنعمل حاجه بسيطه جدا. دلوقتي انا عندي مشروع زي ده ونزلته من على الانترنت جاهز زي ما انتم شايفين كده. مثلا انا نزلت المشروع بتاع ده، واحد منكم نزله، والكاميرا واعدادات الكاميرا هو شايفها جميله جدا. طيب ايه المطلوب منك؟ انك انت تستخدم اعداد كاميرا جاهز وما توجعش دماغك. عندك مشهد زي ده في كاميرا زي ما انتم شايفين، هتطلع فوق هنا على الريندر سيت اب، اعدادات الريندر، والمشهد اللي انت جواه هتيجي دايس على الاختيار ده وتدوس لود، وتيجي هتيجي دايس سيف، وتيجي مسمي الكاميرا بتاعتك مثلا 01 مثلا، وتيجي مسيف اوكي سيف. هتلاقي الكاميرا بتاعتك اتحفظت هنا بالاعدادات بتاعتها. يعني لما تدوس عليها هنا وتدوس لود وتدوس ريندر، الاعدادات كلها اتغيرت على الوضع اللي هو كان شغال عليه. فانت هتنزل مشروع بروجكت من على الانترنت بتاع واحد كويس شغله كويس، وتيجي حافظ الكاميرا بتاعته واعدادات الكاميرا بتاعته من هنا، او اعدادات الريندر بتاعه من هنا. هيتظبط لك كل حاجه في الموضوع في البرنامج. يعني انا مثلا عامل مظبط نفسي هنا على الاتش كواليتي الهاي كواليتي، ولما بدوس ريندر كل حاجه اتظبطت زي ما انا عايز. حتى المقاسات انا سايبها متظبطه، الفيري او اعدادات الفيري متظبطه، الجي اي السيتنج ممكن اضيف هنا دينايزر عشان لو في نويز ولا حاجه، وابدا اعمل ريندر. زي ما انتم شايفين هيبدا يعمل لي ريندر على الكواليتي اللي انا عايزها او الجوده اللي انا عايزها بناء على اللي انا شفته قبل كده. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج تعقيد، مش محتاج منكم ان انتوا تتعقدوا من البرنامج وما تسمعوش كلام الناس اللي بتقول لك الارقام واحفظ الارقام واكتب الارقام. الموضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين، واعدادات الريندر اشتغلت، وادي البروجكت قدامكم اهو. هو بسيط جدا وما فيهوش اي مشكله. ما تنساش معلش واحنا شغالين كده تنزل تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، لو انت مشترك فانت منورنا، وكمل الدرس مع بعض ان شاء الله تستفادوا. زي ما انتم شايفين احنا لسه ما حطيناش اي اعدادات اضاءه كمان في البروجكت. هو في البروجكت زي ما انتم شايفين هو منور وكويس جدا. هعمل ستوب. طبعا الاعدادات اللي انا دي الاعدادات العاليه جدا اللي تقريبا بتروح للعميل، بتجيب لك التفاصيل زي ما بيقولوا. خلاص انا هوقفها. ممكن تعمل اعدادات هنا للتست ريندر، تعمل مثلا انت عايز تعلي الكواليتي بتاعتك وانت شغال، جهز كل حاجه هنا في الاعدادات زي ما انتم شايفين. طيب تمام، انا شايف خلاص ان دي لقطه الكاميرا اللي انا عايزها. هاجي ناقصني بس اضافه اضاءه للمشهد، ودي بتكون عن طريق الدوم لايت. يعني هحط دوم في المشهد هنا وهخلي النسبه بتاعته 1 زي ما انتم شايفين. نرجع للكاميرا تاني من هنا كده، هنجيب الريندر اللي احنا عملناه قبل كده. ده شكل الريندر اللي احنا عملناه قبل كده تمام، ونعمل ريندر جديد ونشوف ايه الفرق اللي الدوم اضافه. الدوم ده يعني يعادل اضاءة النهار، كأن النهار طلع والاضاءة الطبيعية اللي داخله من الشباك هي بتكون اضاءة الدوم. وطبعا كل ما بتعلي الرقم بتاعها هي بتعلى، فانت خليها على رقم 1، ده كفاية جدا في الدوم. معلش احنا مطولين في الفيديو شوية، بس احنا بنشرح براحتنا. زي ما انتم شايفين الاضاءة اختلفت شوية عن المرة اللي فاتت، ونوقف كمان ونيجي مدخلين اضاءة الشمس بتاعتنا كمان بالمرة عشان ما نكونش نسيبنا حاجة. هنجيب الصن من هنا ونرميها في الاتجاه. اوكي، هو اللي عايز تستخدم اضاءة الشمس، ونمسك الشمس من هنا ونرفعها في الاتجاه ده. الشمس هتدخل احنا عايزينها تدخل من اتجاه الشباك، يعني في الاتجاه ده. ودايما تخلي اضاءة الشمس مع وضعية الكاميرا، ما تكونش عكس وضعية الكاميرا عشان ما تحرقلكش المشهد. ادي التارجت بتاع الشمس، هي تدخل من المكان ده. وطبعا ما تنسوش تظبيط اعدادات الشمس. بس هنحفظكم حاجة معينة كده، امسك التربيتي ده خليه 1، وامسك الاوزون خليه 1/10، امسك المالت خليه 1/10، امسك التلاتة 1/10. انا مش عايز اخلي اضاءة الشمس شديدة. خلاص ادخل الكاميرا تاني من زرار السي،
طبعا البرنامج ده الاضافه الرهيبه دي اللي ما يعرفهاش او اللي ما سمعش عنها، هي خلاص انا خليتها متاحه عندي على القناه. اللي عايز يتعلم ازاي يضيف الاضافه دي للماكس بتاعه، اللي برنامج الماكس بتاعه يقدر يضيفها ويقدر يستخدم كل حاجه فيها متاحه. كل اللي عليك بس ان انت لو عجبتك حاجه معينه، مثلا التكييف ده انا عايز استخدمه، بسحبه كده كليك وارميه هنا واختار الاختيار التاني، بيبدا التكييف ينزل زي ما انتم شايفين. كل اللي عليك بس ان انت هتخش على السكيل بتاعه بس، لو وتظبط مكانه وتغير حاجه فيه انت عايز تغيرها. لف كده، كبر السكيل بتاعه لما هو نازل صغير. وطبعا تشوف مكانه انت عايز تحطه فين. انا مثلا عايز احطه في المكان ده. طبعا ما بنتكلمش في تصميم دلوقتي، احنا بنتكلم هنحطه بس كشكل، ما بنتكلمش في تصميم نهائي دلوقتي عشان الناس ما تلخبطش ما بين اللي احنا بنعمله وما بين انك انت تسلم تصميم لعميل. طبعا انا لما اعلنت عن كورس الزيرو ماكس، اللي انا قلت فيه انا محتاج ناس ما تفهمش اي حاجه في الماكس، لسه يا دوبك بادئين او بيقولوا يا هادي. ناس كتيره طبعا زعلت مني، بس اللي يزعل يزعل. العلم ده او بيعتبر زكاه العلم ده هنتحاسب عليها. فانا نفسي اوصل اي معلومه لاي حد. نرجع تاني لوضعيه الكاميرا ونبدا نعمل ريندر ونشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه للشمس. لو شايفين هنا ورا الكرسي في اضاءة بسيطة جدا تبع للشمس، عشان احنا موطيين كل حاجة في الاشعة بتاعة الشمس. هندخل على الريندر سيت اب كده، هنقلل الحجم ده، يعني ده طبعا طول ما السكيل بيكبر بتاع الصورة فهي بتزيد في وقت الريندر. خلاص احنا كده قللناها عشان نشوف ايه اللي هيحصل بس. لو لاحظين خط الشمس اهو داخل في الاتجاه ده. طيب تمام، زي ما انتم شايفين التصميم بقى بسيط جدا وبدأ يطلع معاك شغل زي ما انتم شايفين. مفيش اي خوف يبقى بالنسبه لكم يخوفكم من الماكس. مفيش حد له مصلحه انك انت تشتغل الماكس، كله هيخوفك عشان تاخد الكورس عنده بفلوس، او انك انت تدخل في المجال اصلا عشان تزحم السوق. بس طبعا كل الرزق والحاجات دي بيد ربنا. ما تخافش، اشتغل واجتهد ورزقك هيجي لحد عندك، مالكش دعوه باي حد. وتخليك متطور يوم بعد يوم، وتعلم اي حاجه تيجي قدامك اتعلمها. واي معلومه تيجي قدامك بقدر ما انت بتساعد الناس، ربنا هيرزقك بحد يعلمك معلومه انت ما كنتش عارفها. يبقى على قد القدر اللي انت هتساعد بيه هتتساعد بيه. محدش يبخل باي معلومه يعرفها بالنسبه للعلم، لان دي زكاه علم. طبعا الريندر ده بيحصل على كذا مراحل. ده بتبقى امر انت مديهوله انه يعمل ريندر على كذا مرحله. الحاجات دي هتعرفها بعدين، ما تشغلش دماغك بيها دلوقتي خالص. طيب احنا هنوقف ريندر بس عشان الوقت. وعشان تقلل وقت الريندر هنخليها فيري لاو من هنا. وقللنا طبعا الحجم بتاعها. نجرب نعمل ريندر كده. انا شايف ان احنا من غير ما نعمل ريندر الصوره كويسه جدا كمان، يعني اول صوره مبشره اهي. خلينا نكمل شغلنا وبعد كده نشوف الريندر ده في الاخر. انا شايف بس ان حركه الشمس بس حركه صغيره، نجيبها في الاتجاه ده. شايف ان هي بعيده شويه.
تمام. تاني حاجة بقى حابب نعرفها لكم، هي انك انت ازاي تخلي الشباك بتاعك تبص منه تلاقي منظر، ما تلاقيش الدنيا سودة او الجو ظلام كده زي ما انت شايف، زي شفت في الريندر. طيب احنا هنعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت تعمل بلان زي ما انتم شايفين كده، والبلان ده هتيجي منزل عليه ماتيريال. الماتيريال دي هتكون، امسك اي سلوت ده مش مشكلة، نلغي من عليه الماتيريال و هنخليه فيري لايت ماتيريال كده. هو اتضاف يعني احنا لسه بنعمل الخامة دي عبارة عن اضاءة، نديها رقم 5 ونديلها صورة من هنا بيت ماب، والصورة دي هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ادي صورة مدينة او حاجة من بره، تسحبها ترميها هنا زي ما انتوا شايفين كده. هتقومه كده بزاوية 90 وتمسكه ونعمل سيلكت على الشكل كله لو احنا ما سلكناهوش مرة واحدة زي ما انتم شايفين كده، ونديله امر اف اف دي. طب ليه 3 في 3؟ عشان 3 في 3 بتدي لك نقطة في النص تقدر تسحب منها لورا، فتقدر تقوس معاك الشكل زي ما انت عايز. زي ما انتم شايفين كده اف 3 الشكل كده اتقوس معاك. تبقى ايه فائدة التقويس؟ لما بتبدأ تبص من الشباك بتشوف الشكل بانورامي شوية او 360 درجة، فبيبان معاك بدرجة الواقعية بتاعته. بالمرة وانا بظبط الخامة بتاعة المكان بتاعة الإضاءة الخارجية دي او الشكل الخارجي، جات في دماغي افتكرت ان البرنامج بتاعنا عليه حاجات زي ما انتم شايفين كده جاهزة، هنسحبها كده وترميها، هتجيلك في الماتيريال هنا تبدأ تسحبها هنا وترميها، هتجيلك جاهزة زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش اي وجع دماغ. هتمسكها كده كليك واي في دبليو ماب. انا وانا بظبط الماتيريال افتكرت النقطة دي فقلت اعرفها لكم برضو. واي في دبليو ماب بوكس. طيب الصورة كده جاية زي ما انتم شايفين مش متظبطة، ايه اللي انت المفروض تعمله؟ هتمسكها من هنا، شايفين انت بتتحكم في الصورة ازاي؟ هتيجي من الحاجات اللي انت بتتحكم فيها من هنا، تبدأ تفتح علامة الزائد دي من هنا، وتبدأ تمسك الجي اي من هنا كده بتاعتها، وتبدأ تتحكم فيها من السكيلات اللي هنا. يبقى ده مش هيفتح، السكيلات دي مش هتفتح غير لما كده اهو، وتبدأ تمسك هنا وترفع الشكل لفوق زي ما انتم شايفين، وتبدأ بقى تلعب كده في الشكل ده بتاعها من هنا كده. يبقى مش هيسمح لك ان انت تتحكم في الاتجاهات دي غير لما تدوس هنا. خلاص كده مش هيتحكم لك تاني غير لما ترجع تدوس هنا، يبدأ يتحكم في الاشكال بتاعتها. نرجع تاني للريندر بتاعنا، هتلاقي الصورة ظاهرة من بره اهي، نزلها شوية لتحت، ننزلها شوية تحت كده ونبعدها شوية عن المكان. طبعا لو شايف ان هي صغيرة ممكن تكبرها من هنا. خلاص كده، ونيجي دايسين كليك يمين عن هايد اول، يعني يرجع لي كل حاجة كانت مخفية، ونرجع نعمل الريندر ونشوف ايه اللي هيطلع.